مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات برفع محدودية قدراتها، متمثلة بقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، حتى صارت قطر تلعب مع الكبار في شتى المجالات بدبلوماسيتها النشيطة والجريئة. فدولة قطر تعلم أنها بمجرد استضافتها لكأس العالم ستتعرض لحملة عداء وتطاول وافتراءات للنيل من مكانتها، وستفتح ملفات حقوق الإنسان وحقوق المثليين، وحتى المناخ لم يسلم من ذلك. لكن كما قلنا، دولة كقطر بقيادة رئيسها العظيم الذي قال فور اختيار بلاده كمنظمة لنهائيات كأس العالم: اليوم نحتفل وغدا نبدأ العمل. نعم، قالها وأوفى بها. فها هي قطر مستعدة تمام الاستعداد لاستضافة أكبر حفل كروي في العالم. فمنذ الإعلان عن تنظيم قطر للمونديال تسابق قادة الغرب من باراك أوباما في أمريكا إلى قادة الدول في أوروبا، وإعلاميون وناشطون في شتى المجالات بإطلاق حملة انتقادات وافتراءات بذل الإشادة باستحقاق قطر لاستضافة الكأس ووضع قطر على خريطة العالم كقوة صاعدة تستحق التشجيع والدعم. ففي سنة 2015 اتفقت قطر مع الفيفا على إجراء بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر بدلاً لشهر يونيو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف في قطر، الأمر الذي زاد من وتيرة الانتقادات ضد قطر بسبب إرباك جدول مباريات البطولات الكروية في الدوريات الأوروبية وغيرها في العالم، إضافة إلى أن عدداً من المدن الفرنسية والبلجيكية والألمانية أعلنت أنها لن تنصب شاشات عملاقة وسط ساحات المدن لنقل مباريات كأس العالم، مما أدى إلى طرح عدة تساؤلات من طرف دولة قطر عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة الشرسة، بينما لم نسمع من قبل انتقادات تذكر للدول التي استضافت كأس العالم من قبل. فلقد أكد سمو الأمير أن استضافة قطر للكأس هو إنجاز عربي خالص ومناسبة لإظهار هويتنا الحضارية. فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الحملة الممنهجة هو كون دولة قطر أول دولة خليجية وعربية إسلامية تستضيف كأس العالم، وستنطلق مباراة الافتتاح تزامنا مع يوم قطر الوطني. فآخر من انضم للحملة هي وزيرة الداخلية الألمانية. وحسنا فعلت وزارة الخارجية القطرية باستدعاء السفير الألماني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية برفض تصريحات الوزيرة. لكن وسط زحمة الافتراءات والتطاول الممنهج نتطلع وندعو الله عز وجل ونحن نتابع مباريات كأس العالم في دوحة العرب بالنجاح للبطولة والتميز، حيث ستكون دورة استثنائية، دورة ناجحة بكل المعايير وبكل المقاسات. لذا نطمح نحن كعرب ودول نامية ليكون ذلك النجاح ردا حاسما على حملة الافتراءات وإضافة إلى رصيد قوة قطر الناعمة.